اهلا بيكم في فيديو جديد. احمد سانتا في سنه بنزل فيها تراكات كتير جدا، بينزل تراك مميز قوي عن كل التراكات اللي نزلت من اول السنه لاحمد سانتا. سنه مليانه غزاره انتاج، بس رغم كده كل تراك مختلف عن اللي قبله، وخصوصا تراك النهارده واللي مختلف جدا عن اي تراك منزله احمد سانتا. اهم ميزه فيه وهي الورد بلاي الكتير اللي في التراك، واللي تبان انها مش حاجه مميزه، ما ده العادي بتاع سانتا يعني. لا، المره دي الطريقه والنمط اللي هو عامل بيه ورد بلاي سواء في الفيرس الاول او في الفيرس الثاني مختلف جدا عن الطريقه او الطرق اللي كانت في التراكات اللي فاتت. فمن غير كلام كتير، انزل اعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس وانضم للسيرفر ديسكورد على انستجرام وكل الكلام ده، ويلا بينا نبدا. انا الرئيس بس مش جون كينيدي، دماغي قافله عشان عارفه ان انا عندي. جون كينيدي اللي تراك متسمى على اسمه هو رئيس امريكي مشهور جدا بسبب ان هو اتقتل، وفي افلام ومسلسلات كتير جدا اتكلمت عن اغتيال جون كينيدي، او بمعنى اصح كان دايما بيتم ذكر الحوار ده في الافلام والمسلسلات. يعني تقريبا اكتر حاجتين انا شفتهم بيتكرروا في المسلسلات والافلام الامريكيه هي حرب فيتنام واغتيال جون كينيدي. فانا بيقولوا ان هو الرئيس بالمعنى الدارج، الرئاسه وكده، يعني مش الرئيس حرفيا، فاهم؟ محدش يقدر يبقى الرئيس حرفيا. في نفس الوقت مش جون كينيدي عشان جون كينيدي اغتالوه، بس محدش يقدر يغتال احمد سانتا. بتحكي لي كل حاجه زي الثيرابي، بحل لها كل حاجه عشان حرفي. هنا بيقول ان هي بتحكي له كل حاجه كانه هو الثيرابي بتاعها، المعالج النفسي يعني. وهو مش بس بيسمع، هو كمان بيحل لها مشاكلها اللي هي بتحكيها له دي، لان هو بيقدر يحل كل حاجه عشان حرفي، اللي هي من الحرفيين، بيقدر يصلح اي حاجه يعني. مش سائل في كل حته زي الزيبه، في الميزان تقال بتتنافسوا على الخيبه. البار ده جامد قوي، لان انت لو قسمته هيبقى مش سائل والنص التاني في كل حته زي الزئبق، وعلى بعض مش سائل في كل حته زي الزئبق، لان الزئبق سائل، هو المعدن الوحيد اللي سائل اصلا. معلومه من 5 ابتدائي. فورد بلاي واضحه طبعا. بنصب على كل مستنيكوا جوه الخيمه، شباب معجون حلاقه بس فاكره انها كريمه. بنصب على الكل برضو في وورد بلاي، في كلمه بنصب عشان بيقول ايه مستنيكوا جوه الخيمه، فبنصب من النصب وبنصب من نصب الخيمه، فاهم؟ الخيم بتتنصب. وشباب معجون حلاقه، انا فاهم الورد بلاي في كلمه معجون ان هو فاهم معجون جدعانه مثلا، فاهم؟ في نفس الوقت معجون حلاقه على بعض، فاهم؟ بس البار مش راكب، يعني مفيش معنى اصلا في البار، فلا مش حلو الصراحه. واقف في الاشاره بضرب السيجاره، وعشان بخاف من الحسد هفتح ورشه نجاره. بيخاف من الحسد فيفتح ورشه نجاره، عشان لما حد بيبقى خايف من الحسد بيقول يمسك الخشب، هو بقى يفتح ورشه نجاره عشان يمسك الخشب براحته، فاهم؟ فخيال مش طبيعي في التشبيه، يعني جامد قوي. رفضت ابيع نفسي، فشلت في التجاره، لقيت نفسي في دبي وحتى بالاماره. عجبني قوي حاجه بره بقى عن الورد بلاي جامده ولا لا، يعني حوار واضحه الورد بلاي بتاعت ان هو رفض يبيع نفسه عشان هو فاشل في التجاره، وفي نفس الوقت التجاره اللي هي الكليه اللي هو فيها، ما اعرفش هو في تجاره ولا لا الصراحه، بس يعني استنتجت. فالفكره في ايه؟ في طريقه الورد بلاي اللي اتكررت من اول التراك، يعني تقريبا كل البارات ماشيه بنفس النمط، فدي اجمد حاجه في التراك، دي اللي مديها القوه اللي مش طبيعيه للتراك ده، ومخليه مميز عن اي تراك تاني. ما العادي بتاع سانتا ان هو بيعمل كذا وورد بلاي في التراك، بس الجديد ان هو يعمل كذا وورد بلاي بنفس الطريقه. والمره اللي بعديه لقيت نفسي في دبي وحتى بالاماره، الاماره اللي هي الاماره الدليل، وفي نفس الوقت الاماره عشان دبي هي اماره في الامارات، فلا مش طبيعي. وبالاماره الرجوله على التايتل، بغير عليها وعلى لبسها مش اوبن مايندد. مش عايز اكبر الموضوع اقول ان البارات دي هادفه من سانتا، بس هو بيتكلم جد هنا. لما بتخش عالم الشهره فعلا بتتصدم، خصوصا لو انت من منطقه شعبيه زي سانتا، فمش كل الناس بتعرف تحافظ على الهويه بتاعتها او تربيتها. هو لا، ما اتغيرش، ما بقاش اوبن مايندد وما بقاش زيهم، ولسه بيغير على اللي بيحبها وبيخليها تلبس لبس معين. تصرفاتكم مناخيري قلبت مايكل، هل في مجتمعكم بتشيروها زي الفايكنج؟ مناخيري قلبت مايكل، اشهر حاجه لمايكل جاكسون هي الرقصه بتاعته، او تحديدا السحبه اللي بيعملها في الرقصه بتاعته. اقصد ان مناخيره سحبت سحبه اجمد من مايكل جاكسون شخصيا. وحته بقى بتشيروها زي الفايكنج، مش عايز اهبد لان انا ما شفتش ولا مسلسل فايكنج، بس استنتجت كده كده. راجنر او اوبا، تبعديني عنك لو سايكوبا. راجنر واوبا دول برضو في مسلسل فايكنج، انا ما اتفرجتش على المسلسل بس يعني سرشت وعرفت، واضح ان كان فعلا لازم اتفرج على المسلسل. وسايكوبا طبعا اللي هي من سايكوباتيه. انا الرئيس بس مش جون كينيدي، دماغي قافله عشان عارفه ان انا عندي. عايز اعترف اعتراف، من اول ما سمعت التراك ده وانا حبيته بجد من قبل ما اسمع حتى الليركس بيتقال فيها ايه اساسا. فاكيد وبدون شك السبب هو البيت، يعني طبيعي ما سمعتش لسه التراك احب التراك ليه؟ اكيد البيت. ففعلا البيت مميز قوي في حته تانية. والاجمد بقى ان اول حاجه اكيد سمعتها في التراك هو الكورس اللي سانتا بدا بيه. فانا ما بحبش الغنى قوي في الراب، بس في نفس الوقت لما بتظبط او لما بتعجبني التراك بيعلق معايا جامد. فالكام بار اللي سانتا بيغني فيهم في التراك ده عجبني قوي.
قلبي وسع المدارج لسه واصل، اسبريسو دبل شوت وافهم اللي حاصل. حاسس ان البارات دي كانت هتبقى اجمد لو كان بدأ بيها التراك، فاهم يعني تحسها اصلا فرش الحاجه او البارات جايه. بس اللي عجبني في البارين دول بالذات الصوره اللي هو بيحاول يرسمها لك، المشهد اللي انت تخيلته لما سمعت البارين. 900 النت زيك عاطل، سعري في العلايلي لو هتعز اوعى تفاصل. سعر في العلايلي اللي هو سعره في العالي يعني، وفي وورد بلاي برضه عزة العلايلي عشان بيقول لو هتعز اوعى تفاصل. بحب انا الوورد بلاي اللي تبقى متشفره دي، اللي هو مش عزة العلايلي لا هتعز. قولوا تاني حاططكوا في سولو فاني بلس 90 النو متعب انت يا اسطى كله ماني. بار جامد قوي للناس اللي بيفهموا كوره. بلس 90 نو متعب، عماد متعب مشهور بان هو بيجيب اجوان في الزائد 90 يعني. اكتر لقطه الجيل على الاقل بتاعنا فاكرها لعماد متعب هو ماتش سيوسبور بتاع نهائي الكونفدراليه، واللي عماد متعب جاب الجون فيه في الدقيقه 96 فاهم انت، لو الماتش كان خلص حكم ادى 6 دقايق هو جاب جون في اخر دقيقه، فاحمد سانتا بيشبه نفسه بيه. لكن انت بقى ايه، كولومواني اشهر لقطه ليه هي نهائي كاس العالم والكوره اللي جات له في اخر دقيقه بلس 90 برضه، بس عمل ايه بقى، ضيعها قدام مارتينيز الحارس بتاع الارجنتين. بقول لك ايه، انت شكلك مالكش في الكوره، روح كده اتفرج لك على كام فيديو على قناه الكوره، هي اسمها كده قناه الكوره، عشان ما تبقاش زي لطش في الزفه في المواقف اللي زي دي. ولا ليك في الكوره فانت خلاص مالكش حجه، روح بقى اعمل سبسكرايب هناك. في اداء اجباري ماليش في الخلف ادفع امامي، مفلفل شعري كابتن شطه مش بعتمد اي اسامي. هنا في وورد بلاي في كلمه دفع اللي هو دفع الفلوس، ودفع اللي هو دفع امامي، ودفع خلفي، وماليش في خلفي اللي هو ما بيجيبش ورا يعني برضه، وفي معنى ديرتي بس بره. مفلفل وشطه فاهم، فلفل وشطه في نفس الوقت. مجدي شطه لان مجدي شطه اشهر لقطه ليه وهو بيقول ما بعتمدش اسامي. بس برضه ما جمعتش وجوه المصر. انت عارف ان انا ما بعتمدش اسامي، انا بعتمد راجل محترم واخويا الكبير. فلاحظ برضو ان هو هنا النمط الجديد للورد بلاي في الفيرس الثاني واختلف عن الفيرس الاول، ان هو برضو الورد بلاي مش باينه قوي لازم تركز فيها، والكلمه مش بالظبط يعني. قلنا لو هتعز مش عزت، وهنا برضو ايه مفلفل مش فلفل فاهم. اوبس مولع فايرفوكس شباب بتشد جله مش هيحوق الديتوكس. هنا وورد بلاي مش اقوى حاجه او مش قويه اصلا، او ممكن ما تكونش وورد بلاي اصلا لان هي نفس المعنى، فهو مجرد تشبيه ان هو مشبه نفسه ان هو مولع زي فايرفوكس. وشباب بتشد جله، الجله اعتقد هي فضلات البهايم، حلوه الفضلات دي. المهم ان هو بيقول مش هيحوق الديتوكس، ومشاريب الديتوكس عموما هي بتبقى مشاريب بتخلص الجسم من الادمان يعني او كده فاهم، فهو دول بيشدوا جله فيعمل الديتوكس في الجله. بعتلي على الانبوكس عايزه تسمع الديلوكس، فين ايام الكربه لما كان اغننا بيشرب بوك. معرفش يعني الديلوكس الصراحه، انا فلاح. وفين ايام الكربه، في فتره الكربه اللي هي فتره السيركلات اللي كانوا بيعملوها الرابرز قبل شهره الراب، فطبعا كانوا كلهم كحيانين كان اغناهم بيشرب بوكس، سجاير بوكس. ودي رغم انها تبان مبالغه بس هي نوعا ما حقيقه، لان فعلا لما كنت بنزل كان اكتر كلمه بسمعها معاك سيجاره يا اخويا، فاللي هو حتى ما كانش معاهم تمن السيجاره. قالوا لي انك مخطط حمار انت مش تايجر، رمضان كل جوله عشان بكسبها صايمه. الورد بلاي هنا في ان هو مخطط بس هو حمار ما بيفهمش كده كده، فمش مهم ان هو مخطط او لا، في نفس الوقت حمار مخطط زبره، وكل جوله بيكسبها صايمه زي ما يكون في رمضان. فبرضه الورد بلاي في كلمه صايمه بيكسبها صايمه اللي هو على الابيض يعني، وفي نفس الوقت صايمه حرفيا عشان قال رمضان. وبس ده كان فيديو النهارده. وحشني التحليل والله، بقالي كتير ما بحللش يعني. اخر فيديوهين كان فيديو قوائم وفيديو عن بيف مروان بابلو وويجز، كان سرد تاريخي اكتر ما هو تحليل يعني. كان في تحليل بس ما كانش تحليل بار زي ده فاهم، كان تحنيك فاهم. بس ده كان فيديو النهارده. لايكك وسبسكرايبك وكل الكلام ده، واعمل سبسكرايب في قناه الكوره عشان انا موجود هناك طول الاسبوع، لكن هنا انا موجود فيديو او فيديوهين فاهم. وحتى لو مش بسجل هناك بصوتي ببقى انا اللي منتج، فمسي عليا هناك ما تسيبنيش. وبس اشوفكم في فيديو جديد، سلام.